ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته ضاعت. بقى هم دول المسلمين، هو انتوا مين رباكم مين؟ بقى دول هيبقوا أمهات، دول هيجيبوا لنا قوانين. اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات او نزلت محتوى هو تقريبا نفس المحتوى اللي انا بتكلم عليه، لان بصراحه انا شايف الموضوع كل يوم بيزداد عن التاني. والناس الفتره اللي فاتت اللي انا ما كنتش بعمل فيديوهات بسبب برضه ظروف الشغل والضغط والدنيا دي كلها، وزي ما انتم شايفين وعارفين ان انا بعمل الفيديو ولا مونتاج ولا غيره، من الطبيعه من الجدار مباشر ليكم على طول. فما تنساش دعمك ليا، اشتراكك في القناه ودوس لايك للفيديو. خف رسائل على الواتس عشان انا ببلغك اول ما اقفل اللايف على فكره، واي حد يبعت لي رسائل على الواتس انا ببلغه. ومعانا واحده النهارده معرفش اسمها ايه بصراحه، بس تقريبا يا نسيت تلبس او اللي هي طالعه كده بالبرا بس الحمراء اللذيذه بتاعتها دي، انا مش عارف. ديت معظم الستات اللي هي بتدور على الفلوس، عايزه معونه شويه دعم يرمولها علشان ايه؟ تقلع بمعنى اصح يعني. بعدين خفوا يا جماعه، ما تزحموش على الواتس كده، واحد واحد يخش يخلص اللي بعد منه. اعملوا جروب جماعي كده وواحد واحد مع بعض، بلاش كتر رسائل عشان البنت ما تزهقش. عيب. ما يلزمنيش بربع جنيه. انا مش داخله حكي. اوكي يا برايفت، عيوني ليك. ما فيش كذب بقى يعني. انت بتقولي مش داخله علشان تحكي، دي كلام معروفه يعني. انت داخله عايزه دعم، وانت عارفه انت عايزه دعم ليه، واظن الناس اللي بتسمعنا برضه عارفه. بس انك تقولي مش لازمك بربع جنيه، لا انت لازمك بربع جنيه. لازمك بربع جنيه تربيه، لازمك بربع جنيه اخلاق. وبعدين عارفه الشيلن بتاع زمان اكيد حضرتيه، انت بتدوري على الشيلن وبتدوري على البريزه، يعني اكيد طبيعي الجنيه بالنسبه لك او الربع جنيه مع الربع جنيه هيفرق مع واحده زيك يعني. داخله يا حبيبي قدام وافتح برايفت، لكن مالكش عندي كلام ولا سلام. بمعنى صح بتقول لك انا عارفه انك تعبان عايز تجيبهم، خلاص ادعم، هنخش برايفت تكمل بقيه الدعم، ادلعك ترتاح وكده. انت ولا اعرفك ولا تعرفني، كل ما تدعم كل ما تبقى حبيبي. هتبطل دعم طلعك بره مش هتشوف. مساء النور. بس ولا بتكلم مع حد ولا عايزه اتكلم مع حد، ولا يشرفني اصلا ان انا اتكلم مع حد من البرنامج ده. كلهم اشكال وسخه عايزين يستغلوني وانا لا. بتقولي ما حصلكيش الشرف انك تتعرفي على حد؟ لا الشرف بصي بيصر منك بامانه، شريفه عفيفه محترمه طالعه بالنقاء. طب ايه لازمتها الحته اللي انت عامله بيها مناخيرك هنا بس؟ يعني نص وشك ده والنص ده محدش يعرفك منه؟ لا هتتعرفي، وان شاء الله بعد الفيديو ده ان شاء الله يعني يسمع كده، مش عشاني، عشان الحكومه تاخدك من قفاكي، علشان بقيه الناس اللي موجوده تبدا تحترم نفسها شويه. واحد هيرد يقول لي طب ما انت لابس حاجه مضايقه وشك بيها. انا ما عنديش اي مشكله، انا بالنسبه لي انا مش عايز حد يعرف انا مين. انا عارف لو انا هتجاب، بس انا مش عايز مثلا ابقى حد معروف، لا خليني زي ما انا كده متدارى، بتكلم عن الناس المحترمه الجميله الشريفه العفيفه دي، محدش عارف انا مين. لكن انت الحته اللي انت حطاها هنا دي محدش عارف انت مين، ما يحصلكيش الشرف. عايزين يستغلوك، ها؟ مش عايزين حاجه تانية. اشوف لكم كلبه بعيد بيبقوا معهمش فلوس جايين يتعرسوا بقى ايه على كسوم. كل واحد مش لاقي كلبه يجي لكسومي، احنا ممكن نبقى صحاب، احنا مش عارفه ايه. شغل مانيكا. وانت المعرس بتاعي يا العملاق، ما انت قاعد في اللايف اهو وتعرسني. طب وبعدين يشوف كلبه ليه وانت موجوده حضرتك؟ يعني هو تقريبا ممكن يكون حاوي كلاب، فالكلاب بيبقى سعرها غالي شويه، لكن انت رخيصه بكام كوينز كده بترضي قلوب مش عارف ايه الكلاب بترضي بقليلك يعني. انما في ناس عندها كلاب للاسف يعني بتتباع بمبالغ، انت ممكن تقعدي فتره على ما تجمعي المبالغ بتاعتها دي. فصعب ان هو يشوف كلب، يشوفك انت ارخص له بكتير يعني.
وبعدين تقريبا ما شاء الله عليكم كل اللي موجودين وبيتفرجوا عليها وبيدعموها قالت عليهم في الاخر يا معرضين. كلهم اشكال ضالة. ما شفتش راجل عدل من ساعة ما دخلت البرنامج ده على البرنامج، ولا هشوف ولا هشوف. عارفه انت مش هتشوفي رجاله جاده ليه هنا؟ لان انت بالنسبه لهم حته لحمه رخيصه. انت لو جبتي دلوقتي دبوس بتاع الفرخه ورميتيه في الشارع هتلاقي القطط والكلاب بيتخانقوا عليه. فطبيعي واحده زيك مفيش واحد عنده فراغ كافي ان هو يقعد يسمع حضرتك، غير اللي هو بقى ايه عايزك، يا اما واحد معاه فلوس وكده وشايفك حته لحمه رخيصه بيسكتك علشان تقلعي له وبيشوفك وبعد كده خلاص. يعني كلها في الاول وفي الاخر واحد، يعني مع اختلاف الاحجام واختلاف الالوان. خلافا عن ذلك انا بقول لك انت بالنسبه لهم حته لحمه رخيصه. جربي كده حته لحمه او حته فرخه ارميها في الشارع هتلاقي الكلاب والقطط اتلموا عليها. فانت بالنسبه لهم حته لحمه رخيصه، يعني عادي. شويه دعم اشتراكي، شويه دعم اللايك، شويه دعم انبسط معاكي، خلاص. فانت بالنسبه له سلعه رخيصه متداوله. بيخش ياخدوا الرقم ويقعدوا يبعتوا لي رسائل ويقرفوا جوزهم. انا حاطه الناس عشان تحول، دول ما بيصدقوا اي بقى كلب، اي بني ادم، اي انثى. نخش بقى ايه، نعمل عليها ذكر. يخش على التريكولر يشوفوا اسمي مسجل ايه. ترى انتوا ايش عرفكم ان ده اسمي يعني؟ اللي يقول لي نادية واللي يقول لي مش عارفه يا علانه ويقول لي يا زيدانه. طب انا كل يوم بشتري رقم باسم شكل. يعملوا اشباح بقى. تعبين نفسكم. بيخش عندي على التريكولر بيبان ايه، مليون الف واحد بيخش يبحث عني وانا رقمي مسجله بايه، بلا او اي معلومه عني، او الفيس بتاعي او الواتس بتاعي او اي حاجه. بتستفادوا ايه؟ بتستفادوا ايه؟ انا مش عارفه. اشيل لكم الرقم واريحكم ولا اهينكم؟ لا، انا اهينكم وادوس عليكم. وبما ان حضرتك بتحب الاهانه فانت اللي هاينه نفسك، محدش هاينك. خلينا متفقين ان دي مجرد شهوات، بس الشهوات دي كلنا عارفين يعني حاجه تانية. لكن اللي انت بتعملي ده بتسترخصي نفسك، بتسترخصي جسمك عشان خاطر الفلوس، فده مش شهوات، دي تجاره. دي تجاره جنس بمعنى الكلمه. لان في ناس منكم موجوده وعملت عليها فيديوهات قبل كده كانت لوحدها وكانت اشكالهم معفنه. الفلوس نظفتهم، الفلوس خلت يبقى في ميك اب، الفلوس خلتهم يتعرفوا على ناس بيناموا معاها، الفلوس خلتها تجيب صاحبتها معاها. بقى في بنت وصاحبتها، وولد وبنتين، بنتين مع بعض. والبلاوي اللي احنا بنشوفها ديت كلها بسبب حضراتكم. انت واحده طلعت الفلوس زغت في قلب عينك شويتين، جبت صاحبتك عارفه واحد امان، ده امان، طب يلا يبدا الموضوع في كده. حرام في حرام، فده مش شهوات. علشان كده احنا بنتكلم عن الناس المحترمه. يعني خلينا نقول عليهم محترمين. بس الاحترام حاجه، واللي انت عايزه تجيبي فلوس حاجه تانية. ممكن تشتغلي اي شغلانه بتجيب فلوس غير انك تعملي حاجه زي كده. ففي ناس بتقول لي طب انت ليه بتتكلم عن الناس دي؟ بتكلم عن الناس دي علشان بنت بتجيب التانية، بتجيب التالتة، بتجيب الرابعة، بتجيب الخامسة. ناس كتير بدأت تظهر على البرنامج. ممكن يكون معلش انا اسف في الكلمه، قريبتي، قريبتك، غيره، دي كلها اضرار. بس الفلوس، الناس بتدور دلوقتي على الفلوس. فواحده زي كده لازم تتعرف. الفيديو ده ان شاء الله لو سمع تتجاب، تبقى عبره لغيرها. لان في فيديوهات اوسخ من كده انا شفتها، في بلاوي زي ما قلت، واحد مع واحده وبنتين، وفي قصص غريبه وفي حاجات. ده كله عشان خاطر الفلوس بتعمل فيكوا كده. انت ممكن تشتغلي، ممكن، بس للاسف شفتوا في حلقه جديده.